السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي اليوم معاكم تتبيل الدجاج. ما شاء الله الدجاج ذايب وعلى الآخر. شوفوا كيف تصلح تتبيلة للدجاج، تصلح للحم، تصلح شوي، تصلح بالفرن بأبسط وأسهل طريقة. أول شي هنا عندي نزلت ملعقة من معجون طماطم، وملعقة كبيرة من الكاتشب، وكمان نزلت عليهم ملعقة كبيرة من البابريكا أو الفلفل الحار، وكمان فلفل أسود كلها ملعقة كبيرة، وكمان نزلت هنا الأريجانو، وكمان هنا نزلت ملعقة صغيرة من الملح، وطبعا ملعقتين من الزبادي، وكمان نزلت ليمونة كاملة معصورة. طبعا تقدرون تحطون ملح الليمون بدال الليمون والملح. وكمان هنا نزلت تقريبا 8 فص من الثوم، وكمان بودرة ماجي. وطبعا شوفوا كيف حطيت تقريبا ربع الكاسة من الزيت. طبعا كل مقادير هذه في الوصف، وكمان راح أكتب لكم المقادير كلها بالضبط في الوصف. حطيت هنا دبس الرمان وخلطته مع بعض. طبعا حبيت إنه تتجانس مع بعض فحطيت الخلاط لحد ما تنهرس كذا التتبيلة. وطبعا استخدمت هنا تتبيلة الدجاج لأنه يعني أبغى خلاص أتبلها وأخليها شويتين تشرب تتبيلة وأحطها في الفريزر. طبعا حطيتها بالفرن. شوفوا كيف. طبعا أدخلها لمدة ساعة ونص. طبعا كل 20 دقيقة طلعتها وادهن عليها من الصوص، يعني اللي هو تتبيلة اللي تبقت. كل 20 دقيقة خرجها وادهنها لمدة ساعة ونص. شوفوا كيف تبارك الرحمن لذيذة، تصلح لأي شيء هذه التتبيلة، يعني شوي أو أي شيء عندكم. وبالعافية علينا وعليكم.